السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ نبيلة إكزوز، دائما مع وصفات جديدة متنوعة ومختلفة. الوصفة اللي قررت نحضر معكم اليوم كتجي بنينة بزاف، المذاق ديالها واعر، تصلح باش توجدوها للعشاء ولا حتى للغدا. الوصفة هي الكغاتان، كغاتان بالبطاطا ولا دانت. كيجي شي حاجه بنينه بزاف، الا جربتوها ان شاء الله غتبقاو ديما تحضروه للعشاء ديالكم. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال هاد الكغاتا اللي غادي نحضروا، غناخدو جوج حبات ديال البطاطا. انا هنا استعملت جوج حبات ديال البطاطا، الحجم ديالهم كبير، وانتوما الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد ديالكم ديال الاسره ديالكم. صافي قطعت انا هادوك جوج بطاطات على شكل مربعات، وغادي نديروهم في الاير فراير مع نقيطه ديال الزيت، وغادي نخلي البطاطا ديالي حتى طيب ليا. الا ما عندكمش الاير فراير طبعا غادي تقليوهم في الزيت بحال اللي كنقليو البطاطا عاديه، اولا لا بغيتو هذاك الشيء يجيكم صحي اكثر فكتدخلوهم الفران، كديروا لهم شويه ديال الزيت وتدخلوهم للفران وتخليو البطاطا ديالكم حتى طيب. نتوما عندكم الاختيار، اير فراير قليوهم ولا دخلوهم الفران. صافي انا هنا البطاطا وجدت ليا، خليتها جانبا، وغادي ندوز دابا باش نحضر الحشوه ديال الكراتان ديالي. اول حاجه هنايا خديت واحد الحبه ديال البصل، غادي نقطعها مربعات ونخليها جانبا. كذلك زدت هنايا واحد جوج حبات ديال الخيزو اللي غادي نحكهم باش نزيدهم. يمكن لكم الا عندكم القرعه الخضراء الكورجيت تستعملوها حتى هي، راه ما كتبانش. اي نوع ديال الخضره عندكم في الثلاجه تقدروا تزيدوه لهاد الوصفه، راه كيجيو لذاذ بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات ولا ما كياكلوش ليهم الخضره. بهذه الطريقه ديال الخضر كتكون محكوكه وداخله هكا في الوصفات ديال لي كراطا وكذا، راه ما كتجيش نهائيا باينه وكنستافدوا منهم اكثر. اذا من بعد ما حكيت هادوك جوج خيزوات، خديت واحد الكميه ديال صدر الدجاج ولا صدر ديال البيبي اللي عندكم، غادي نقطعهم مربعات ونخليهم. الا ما عندكمش الا بغيتوش تستعملوا صدر البيبي مقطع، يمكن لكم تستعملوا الكفته، كفته اللي بغيتو لكم الاختيار، نتوما واللي ارتحيتوا فيه ولا نتوما واللي توفر عندكم في البيت لكم الحريه. صافي انا دابا غادي ندوز نطيب هادشي. سخنت المقله، درت جهد واحد معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الزيت. واول حاجه غنديرها غنشحر هذيك البصيله ديالي اللي قطعت، وغنشريد عليها اولا غنشحر معاها دوك جوج خيزوات اللي حكيت، وغنخليهم حتى كيدبالوا لينا ويطيحوا. من بعد غادي نزيد عليهم اللادان ديالنا اللي حتى هو قطعناه. وبالنسبه للتوابل اللي غادي نستعمل انا هنايا فهي طبعا الملح، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال الزعتر باش ينكه. بغيتو تزيدوا نكهات اخرى لكم الاختيار، عندكم الصوجا، بغيتو تزيدوا كاتشوب، بغيتو تزيدوا مايونيز، بغيتو تزيدوا كريمه الطبخ، اللي عجبكم زيدوه اولا ديروا بحالي اللي درت انا. صافي انا هنا خليت كل شيء كيتشحر مع بعضياته، وغادي نخلي الحشوه ديالي جانبا هكا. هذه هي الحشوه كتكون سهله مهله وواجده. يعني وجدنا البطاطا ديالنا خليناها، وجدنا الحشوه ديالنا خليناها. دابا غادي ندوزو باش نحضروا صلصه البيشاميل. بالنسبه لصلصه البيشاميل انا سبق لي حضرتها معكم في فيديو مستقل، يمكن لكم ترجعوا ليه في القناه، غادي تلقاوه هو ومختلف الوصفات. ولكن ما فيها بس انني نعاود نذكركم او لو نعاود نحضر معكم داخل الفيديو بنفسه الوصفه ديال البيشاميل، باش بلا ما تبقاو تقلبوا تلقاو كل شيء في نفس الفيديو. دونك هنايا انا خديت واحد الكاميله، عفوا واحد الكاسرونه، درت فيها 2 معالق ونص عامرين ديال النشا، وزدت ليهم واحد المعلقه صغيره ديال الملح، وبنش نسنت حكيت واحد شويه ديال الكوزه. الا ما عندكمش الكوزه ماشي مشكل ما ديروهاش، اولا يمكن لكم ديروا بلاصتها الزعتر، حتى هو كيجي زوين وكتجي النكهه ديالو زوينه. زدت على هاد المكونات 2 كيسان كبار ديال الحليب، ما يعادل نص سيطرو ديال الحليب، يعني نص سيطرو ديال الحليب اللي درت في هاد الصلصه البيشاميل. كنخلط كلشي في الاول على البارد، كنخلط مزيان باش ما يتشكلوش لينا هذوك الحبيبات والكريات، باش ناكلو شي حاجه ما تبقاش تحبب لينا في الفم ديالنا. صافي شعلت عليهم النار وبقيت كنحرك.
دائما في الصلصات بحال ما هكا ما كنوقفوش من التحريك باش ما كيتحببش لينا. يعني انا خدامه هما كيطيبوا، انا كنحرك التحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الكريمه عاقده كما كتشاهدوا في الفيديو. في الاخير هنايا زدت ليها واحد المعلقه ديال الزبده. هاد المعلقه ديال الزبده كتخلي الصلصه ديالنا كتجي ليس، وفي نفس الوقت كتعطيها واحد الطعم لذيذ بزاف. صافي هكا كتكون الصلصه ديالنا واجده، راه كتجي بنينه بزاف وخاطره وثقيله وغادي تنجح معكم حتى هي. دابا من بعد ما حضرت جميع المكونات وعندي واجدين، غادي ندوز باش غادي نمونطي الكغاتان ديالنا. هنايا خديت المول اللي غادي ندخلو للفران وغادي نفرش ليه كطبقه اولى. فرشت هذيك البطاطا اللي طيبنا، من بعد زدت شويه ديال صلصه البيشاميل وكنحاول انني نسرح بواحد المعلقه باش تلبس لي هذيك البطاطا كامله بصلصه البيشاميل. الطبقه الثانيه او الثالثه غادي نديرو هذيك الحشوه ديالنا اللي درنا ديال لادانت، حتى هي كنحاولوا اننا نوزعوها على المول كامل، وكنعاودوا نديرو طبقه اخرى ديال صلصه البيشاميل. كنحاولوا حتى هي اننا نلبسوها للوجه كامل ديال الكغاتان ديالنا ونوزعوها بالتساوي. هنايا في الاخير غادي ندير واحد الرشيشه اولا غادي نرش عليها من الفوق الفرماج. بالنسبه للفرماج انا خلطت الفرماج الحمر مع الموتزاريلا. الا عندكم غير نوع واحد تقدروا ديروه. الا ما عندكمش الفرماج متوفرش ليكم ماشي مشكل، راه غير هذاك البيشاميل ملي غادي يدخل للفران راه غادي يعطيكم هذيك الحموريه. يعني بسطوها، يعني ما تعكزوش، غير جربوها واخا ما يكونش عندكم شي مكون كاين. بالنسبه لطريقه الطهي ديالها فانا هنايا شعلت عليها الفران من الاسفل ومن الاعلى على درجه حراره 200 اعلى درجه، وغادي نخليو حيتاش كلشي طيب لينا. حنا بغينا غير هذاك الفرماج يذوب لينا ويتحمر لينا، اما باقي المكونات فراها طيبه. صافي انا هنايا غادي نخليها حتى طيب لينا على خاطرها ولا حتى يتحمر لينا هذاك الفرماج. ما غاديش تاخذ معكم وقت بزاف، تقريبا واحد 15 دقيقه راه كتكون جاهزه. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما تحمرات لينا. الصراحه كتجي شي حاجه خطيره بزاف وبنينه. نتمنى منكم انكم تجربوها، ونتمنى ان الوصفه نكون شرحتها لكم بالتفاصيل وبطريقه مبسطه. وهنايا انا غادي نكون كملت معاكم الوصفه ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، ودائما الا وصلتوا حتى لهنايا وكملتوا الفرجه ديال الفيديو ما تنساوش تخليو لي شي لايك للتشجيع وحتى شي كومونتير زوين هكا للتشجيع باش دائما نستمروا في تحضير وصفات متنوعه ومختلفه. وطبعا كما كنقول لكم في كل فيديو الا بغيتوا مقترحات اولا وصفات اخرى نحضرهم معاكم، ما عليكم الا تكتبوهم لي هما في التعليق وان شاء الله غادي نصورهم ونبسطهم لكم. وهذا ما كان، نضرب لكم موعد في وصفه جديده. الى اللقاء.